السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل حاجة حلوة وسريعة ما هتاخدش معانا وقت خالص. المشبك السوري مكوناته موجودة في كل بيت، هتعمليه في اقل وقت ممكن، بس بقى الطعم خطير، مش هتشبعي من اكله لانه بيكون خفيف جدا في اكله. يلا نسمي بالله ونشوف مكوناتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كوبايتين من دقيق السميد او دقيق السمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، ومعايا كمان كوباية من الدقيق الأبيض، ومعايا معلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعايا كمان كوباية من الزبادي، ونص كوباية زيت، ومعايا كوباية مية. المية تكون دافية شوية، ديت اللي هنعجن بيها. احنا عايزين الخليط بتاعنا يكون السمك بتاعه يعني زي سمك الكيكة كده. ليه؟ لان احنا هنسيبه يستريح 10 دقايق. لما هتسيبيه يستريح 10 دقايق هتبصي تلاقي العجينة تقلت معاكي، فاحنا هنخلي السمك بتاعه كده زي سمك الكيكة علشان نعمل حساب انه هيتقل شوية لما نسيبه يستريح. احنا طبعا هنشكله بكيس الحلواني، فلازم يكون السمك بتاعه كده ايه وسط، ولا يكون تقيل ولا يكون خفيف قوي. بس كده هنسيبه بقى يستريح 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هيكون السمك بتاعه تقيل شوية. هنحضر الشربات بتاعنا. هنحضر بقى كده في حاجة واسعة علشان نعرف نحط المشبك في العسل او الشربات ويتشرب كويس. هنحط كوبايتين من السكر، ومعايا كوباية ونص من المية. هنحط كمان عصير نص ليمونة، وهنرفعهم على النار. اول ما يغلي هنسيبه 10 دقايق، وبعدين نحط رشة فانيليا ونطفي عليه. احنا عندنا هنا كده خلاص العجين بتاعنا انا حطيته كده في الكيس الحلواني زي ما قلت لكم. الزيت هيكون سخن على نار متوسطة، زيت سخن على نار متوسطة، علشان المشبك بتاعنا ما يتحرقش بسرعة ونبص نلاقيه مكرمز كده من جوه ومحمر قوي من بره، مش هيكون لطيف. فاحنا هنخلي الزيت يكون سخن بس على نار متوسطة. نعمل كده بقى ايه احجام كده وسط، عايزه تعملي كبير عايزه تعملي صغير اكتر من كده زي ما انت عايزه. هنخليه ياخد لون ذهبي كده غامق. وطبعا هنشيل من الزيت هنحطه على السيرب على طول، نشربه كده من السيرب كويس وبعدين نطلعه. انا ماسكه كده يا جماعه الكيس بايديا عشان البربله اللي في الكيس بتقع، مش عارفه ليه، فان شاء الله تكون مظبوطه معاكم. انا كده خلصت كل الكمية اللي عندي وشكلتها زي ما انتوا شايفين كده. ما بياخدش وقت خالص حقيقي، في اقل وقت هتبص تلاقيكي عملتيه وخلصتيه. بنشيل طبعا من الزيت على السيرب على طول. وخلاص كده خلصنا الكمية بتاعتنا. كوبايتين دقيق كوبايتين دقيق سميد وكوباية الدقيق الابيض عملت لنا الكمية دي. طعمه حلو قوي، ما بياخدش وقت، سهل جدا. يعني ممكن تقومي تنفذيه دلوقتي لو المكونات موجودة عندك في البيت. هو ممكن يكون الدقيق السميتي اللي مش موجود، فتقدري ان انت تجيبيه وتنفذيه، سهل جدا وهيعجبك ان شاء الله. هنشوف كده دلوقتي، نفتحه كده ونشوف القرمشة بتاعته بقى من بره، وهتشوفيه من جوه ازاي هش كده وحلو قوي، هيعجبك جدا ان شاء الله. هش جدا من جوه ومقرمش من بره، حقيقي حلو جدا وسهل وخفيف، مش هياخد معاكي وقت خالص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تشرفوني بالاشتراك في القناة وتشرفوني برأيك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.